لا تحكوا لي مش مجربين فيليه السمك بهاي الطريقة. صينية فيليه السمك بالبطاطا والطحينة من أروع الطرق اللي بحب آكل فيها فيليه السمك. فيليه السمك قطعته لقطع بهذا الشكل، وهذا خليط التتبيل مكتوب مقاديره كاملة عندكم. رح أقلبه مع بعض ورح أدهن شرايح السمك، بحب أستخدم الفرشاية عشان تتوزع عندي التتبيلة، وراح أدهنه هيك من الجهتين، باخليه بالتتبيلة لمدة نُص ساعة، بعدين بادخّل الصينية على فرن وما بياخد وقت كتير، 25 ل30 دقيقة بيكون جاهز. بهذا الوقت عندي زيت الزيتون وبصلتين كبار من البصل الأصفر مقطعين جوانح، باقلبهم على نار هادية لحتى يتكرمل عندي، يوصل لهذا اللون المتكرمل. هلأ باحط عندي البندورة والفلفل اختياري، باترك البندورة بس 5 دقايق تتسبك. صوص الطحينة مقاديره كلها مكتوبة، أول إشي باحركهم باقلبهم مع بعض، بعدين باحطه على النار لحتى يصير عندي هيك ناعم ويوصل لمرحلة الغليان. هلأ عندي السمك طلعته من الفرن، صار عندي جاهز، باحط عليه خليط البصل المكرمل والبندورة، باوزعه على كامل الصينية. بعدين عندي هلأ هون بطاطا بتقلوها، يا إما بتقلوها بالزيت أو بتقلوها في القلاية الهوائية حسب رغبتكم. باوزّع كمان حبّات البطاطا، وآخر إشي باحطّه هو صوص الطحينة السخن وبارجّعهم كلهم على الفرن، باتركها بالفرن 15 دقيقة لإنه كل إشي مستوي، بس بدي كل شي يتسبّك مع بعضه ويتشرب من صوص الطحينة. طلّعتها، بازيّن الوجه بالمكسّرات والبقدونس أو الكزبرة حسب رغبتكم، وهيك صارت جاهزة. وهلأ بنقدّمها مع الرز الأبيض أو مع الخبز حسب رغبتكم، وطعمها عن جد بيشهي ولا أروع منها. اللي مش مجربها بهاي الطريقة ضروري إنه يجربها، متأكدة رح تعجبكم. صحتين وألف عافية.